كيف تم التعامل في الجلسة مع محاولات الاحتلال المغربي ودول أخرى القفز على الشرعية الدولية في الصحراء الغربية؟ الرد الواضح والقوي هو ما سمعه مندوب الولايات المتحدة الأمريكية ومندوب فرنسا في الجلسة من قبل دول بما فيها دول أعضاء في مجلس الأمن، من خلال التأكيد على أن القضية تبقى على أجندة مجلس الأمن، وعلى أن الحل الوحيد هو ذلك الحل الذي يكفل لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير. وكما قلت، مجرد أن يعقد مجلس الأمن جلسة حول قضية الصحراء الغربية في ظل ما تطبق له أجهزة النظام المغربي هو دليل على تفاهة هذه الأجهزة التي تحاول بهذا رأيها الداخلي بالكذب. قضية الصحراء الغربية حاضرة وستظل حاضرة ما لم يتمكن الشعب الصحراوي وممارسة حقه غير القابل للتفاوض وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال. نعم، شكرا جزيلا لك ممثل جبهة البوليزاريو في الأمم المتحدة سيدي محمد عمار، كنت معنا مباشرة من نيويورك على كل هذه التفاصيل. انتم إلا كنتوا دولة ديال الصح، سيروا حروا سبتة، راه غير حدا تطوان مستعمرينها السبنيول. إلا كنتوا دولة ديال الصح، سيروا حروا مليلية، راه حدا الناظور ومستعمرينها السبنيول. كديروا العنطريات لابسين البروتيج والكاسك والكمامات وما نعرفش شحال ديال الاجراءات والتصوير والكاميرات وصور.